مساء الخير يا رجالة. معانا شرح مهم جدا من برنامج بريميوم تك تول فيكادز برو. هو برنامج فحص وترخيص أعطال مخصص لشاحنات فولفو ورينول الأوروبية والأمريكية ومعدات فولفو وفولفو بنتا، وكمان شاحنات ماك الأمريكية. البرنامج متوافق مع موديلات من 2000 ل 2013 من قائمة Engine Mounting and Equipment. نبدأ من أول وأخطر اختبار Cylinder Compression Test، اختبار ضغط السلندرات. الاختبار ده بيقيس القوة الميكانيكية الحقيقية للموتور، يعني البستم والشنابر والصبابات والجوان. البرنامج هنا مش بيطلع رقم وخلاص، ده بيقارن بين كل سلندر والتاني ويشوف التوازن. لو لقيت سلندر أو اتنين أقل من الباقي، حتى لو الفرق بسيط، اعرف إن المشكلة ميكانيكا مش برمجة، مش رشاش، مش تربو. ضغط غير متساوي يعني احتراق مش متساوي، يعني عزم مش متساوي، يعني الكنترول هيحاول يعوض ويبدأ يزود سولر، يحصل دخنة، يحصل استهلاك، يحصل حرارة. عشان كده قبل أي تعديل سوفت وير، قبل أي حذف، قبل أي برمجة، لو ضغط السلندرات مش مظبوط، انسى أي شغل كمبيوتر. الميكانيكا الأول وبعدها نكمل. نخش على الاختبار الثاني Oil Pressure Test During Cranking، اختبار ضغط الزيت أثناء التدوير. ده أخطر اختبار في القائمة كلها، لأنه بيكشف حالة الموتور الداخلية وهو لسه مشتغلش. الاختبار ده بيتعمل والموتور بيدور على السلحة، يعني من غير احتراق، من غير تحميل. لو ضغط الزيت هنا ضعيف، يبقى في تآكل داخلي في عمود كرانك، في سبايك، في ترمبة زيت، في مجاري زيت، وده معناه أي تشغيل على الحمل هيكمل التآكل، وأي برمجة هتسرع الخراب. كتير موتورات بتبوظ مش عشان سوفت وير، لكن عشان الفني تجاهل الاختبار ده. ضغط زيت ضعيف أثناء التدوير يعني الموتور بيصرخ وبيقولك الحقني قبل ما أكسر. نخش على الاختبار الثالث Fuel Volume Check، فحص كمية السولر. ركز هنا، الاختبار ده بيقيس الكمية مش الضغط. يعني ممكن يكون ضغط السكة مظبوط، لكن الكمية اللي واصلة قليلة، وده يحصل بسبب فلتر مسدود، ترمبة ضعيفة، خراطيم هواء في الدورة. النتيجة تقطيع، ضعف سحب، تأخير استجابة من غير أي كود أعطال. الكنترول يشوف ضغط تمام، يقولك كله سليم، لكن الموتور جعان. وعشان كده الاختبار ده مهم جدا، خصوصا في الأعطال اللي ما فيهاش أخطاء. نخش على آخر اختبار Power Consuming Equipment Fuel Volume Check. ده اختبار ذكي جدا وبيبين عقل المهندس اللي صمم النظام. الاختبار ده بيشوف لما الحمل يزيد زي التكييف، الدينامو، المراوح، هل كمية السولار بتزيد مع الحمل ولا لأ؟ لو الحمل زاد والكمية ما زادتش، يبقى في مشكلة تحكم أو استجابة أو سوفت وير، وده يبان في العربية وهي واقفة أو تحت حمل، تحسها مكتومة. الاختبار ده بيفرق بين مشكلة ميكانيكا ومشكلة كنترول، ولو جمعت الأربع اختبارات دول مع بعض هتفهم حالة الموتور 100% من غير فك ومن غير تخنين. وده التفكير الصح قبل أي برمجة وقبل أي تعديل. لو الفيديو عجبك واستفدت منه، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد.